أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله كفاء نعمه، ولا كفاء لها إلا بالغ شكره، ونعوذ بالله من جموح العقل وشطط الفكر، ونستغفره حيد النفس عن مهيع الحق، وزلل اللسان عن شرعة الصدق، ونرجو أن يكون إليه القصد له العتبى ربنا وله الحمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وبارك على صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والخلق الأجمل والفعل الأكمل، محمد بن عبد الله صلى الله عليه في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله على نعمه غير مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وهدى من الضلالة وأرشد من العماية. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وبعد، رأس العبادة أيها الإخوة رأس العبادة الصبر والشكر. كلما مدح الله عز وجل أنبياءه فإنما يمدحهم بهاتين الصفتين اللتين هما ألصق الصفتين باليقين والصدق. الإيمان هو يقين وصدق. وما هما الخلقان اللذان يدلان على قوة اليقين وقوة الصدق؟ اليقين في الله، واليقين في اليوم الآخر، واليقين في الرسل، واليقين في الكتب، والصدق في هذا اليقين. ما هما الخلقان اللذان يدلان على قوة هاتين الصفتين في قلب الإنسان؟ كما كان يقول الإمام مجاهد مذكورة في صحيح البخاري في تعليقاته: اليقين الإيمان كله. ما الذي يفرق إيماننا عن إيمان السلف الصالح؟ هو أن إيماننا لا يقين فيه. نؤمن بالجنة ولكن لا نعمل لها لأنه يقيننا فيها ضعيف. نؤمن بالنار ولا نخاف منها لأنه يقيننا فيها ضعيف. فما هما الخلقان اللذان يدلان على قوة اليقين وقوة الصدق؟ هما الصبر والشكر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. يقدر الإنسان يقول لك هذا ليس عدلا. كيفاش هذا واحد النهار كامل وهو جيعان وعطشان، وعلى الآخر كيجي واحد يأكل يقول بسم الله ويقول الحمد لله، يسمى كيف؟ الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. قالوا العلماء لأن الآخر الإحساس بالنعمة حاضر في قلبه، فلم ينسى أن يقول هاتين الكلمتين. هاتان كلمتان تدلان على شيء عظيم في القلب، وهو الإحساس بالنعمة. أو تبعوني مليح، أني راح ندير لكم واحد قراش القوري، واحد البياج أو مصيدة داركم داخلين فيها بشوي بشوي. هاي ماشي يعني هاي واحد الحيلة. فهذا الإحساس بالنعمة في قلبه. ولذلك روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأدنى نعمة من نعمك لا يسع عمري لشكرها. يا رب كيف لي أن أشكرك
وأدنى يعني أقل نعمة من نعمك لا يسع عمري لشكرها. فقال الله عز وجل: يا موسى الآن شكرتني، الآن شكرتني، لأنك خلاص اعترفت بأمرين عظيمين. اعترفت بأن النعم كلها من عندي، واعترفت بعجزك وتقصيرك عن نعمك عن الشكر. خلاص. على هذه كما يذكر ربي سبحانه تقصير الإنسان عن النعمة، يذكرها في آيتين، ولكن الآيتين ليستا مكررتين، كل واحدة تختم بحاجة فتدل على أمر ليس في الآية الأولى. والآيتان مذكوران في سورة النحل، وسورة النحل يسميها العلماء سورة النعم، لأن الله عز وجل عدد فيها نعمه على الإنسان. روح اقرأ سورة النحل وتدبر فيها، كي تخلصها تستحي، تقول يا ربي رانا عاجزين، تهبط راسك. فيذكر ربي في هذه السورة العظيمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مكررة مرتين، ولكن الخاتمة مش كيف الأولى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا على الذي يجحد النعمة بالكلية، اللي ما يحبش يعترف بالنعمة. والثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، يعني الذي يعرف بأن النعمة من الله ولم يعني يوفي هذه النعم حق شكرها فإن الله سوف يغفر له. واللي قابل النعمة ماذا يقابل؟ ضد يعني تاع الشكر. جحود. زيد كفر. اللي قابل الشكر هو الكفر، والكفر كفران: كفر الجحود كفر الكفار، وكفر النعمة هو كفر المسلمين الذين لا يشكرون نعم الله عز وجل. على هذيك في اللغة الكفر هو السطر. يقول لك الفلاح كفر البذور في الأرض، يعني استرها، يعني غطاه. على هذيك يقول ربي سبحانه: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وإحنا في نهاية رمضان رايحين نخرجوا شاكر وكافر، والله غير رايحين نخرجوا شاكر وكافر، لأن هذا القوس تاع العبادة، القوس تاع الربانية الذي فتح في رمضان، كثير من الناس رايحين يغلقوه. نهاية رمضان يغلق القوس للأسف الشديد. كأنه انتهى التكليف، كأنه انتهت المهمة، كأنه انتهى دور الإسلام، كأنه هذه هي القضية، هذا هو الدين، مطلوب منا نعبد ربي شهر في العام. كثير من الناس يغلقون قوس الربانية، قوس العبادة في نهاية رمضان. راهو مبرمج من الأول راهو مبرمج روحه أنه نهاية رمضان خلاص. تروح تتكلم معاه يقول لك استنى برك نشربوا الماء ونوليو للشغالات تاعنا، اصبرني برك. ولذلك في العشر الأواخر وفي ليلة القدر أعظم عبادة تقدمها ماهيش أنك تقوم 20 ركعة، أنك تصحح نيتك أمام الله عز وجل. هذه النية والله غير نية خبيثة، والله غير نية ضالة، والله غير نية فاسدة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. راك فاهم باللي الإسلام رمضان؟ ورى هذا الفهم هذا أي يعني نص وأي أثر وأي كلام للعلماء يقولون فيه إن الدين رمضان. ما علاقة هذا الكلام بمقدمة شكر النعم؟ هنا يأتي الفهم كذلك المغلوط الآخر للنعم، فهم مغلوط. كثير من الناس يفهمون أن النعم هي الأموال، أن النعم هي السكن، أن النعم هي الأولاد، وهذه ليست نعما في حد ذاتها، هذه قد تكون نعما وقد تكون نقما.
وما ندخلوش في هذا الموضوع، راكم تعرفوه، ولكن أعظم نعمة لازم يحسها المسلم هي نعمة الإسلام، هي نعمة الهداية. خايب المسلم الذي يحس بأن هذا الشيء اللي كنا فيه كامل ليس نعمة من الله عز وجل. المسلم الذي يتخلى عن العبادة بعد رمضان وش راهو يقول للرب سبحانه؟ يقول له لا أريد نعمك ولا أعترف بأن هذا الذي أعطيتني أصلا هو نعم، بل هي تكاليف تخلصت منها ولن أعود إليها حتى رمضان القادم. ولذلك لازم المسلم يدير في باله بأن الله عز وجل قد كلفنا، وأن التكليف لا ينتهي إلا بالموت، بدليل قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك يروي علماء السير عن الإمام أحمد بن حنبل أنه في فراش الموت سمعوه أصحابه يقولوا ليس بعد، لما فطن يعني من الغيبوبة تاعو قالوا له ماذا كنت تقول؟ قال لهم جاءني الشيطان فقال لي غلبتني يا أحمد، قال فقلت له ليس بعد حتى نموت باش نسمى غلبتك. ولذلك أيها الإخوة في نصائح سريعة نقول ما هو مطلوب منا بعد رمضان؟ ما هو مطلوب منا بعد رمضان؟ وننطلق من هذه الآية التي ذكرناها، وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية اختلفوا فيها المفسرين على قولين، ابن جرير الطبري وابن كثير اختلفوا، ولكن خلاف تنوع، واحد الخلاف عظيم، خلاف كل واحد ينظر للآية من زاوية فتولي هذه الآية تؤدي المعاني العظيمة. فقال ابن جرير إن الله عز وجل يأمرنا أن نثبت على طاعته ونثبت على عبادته ولا نفطر في الاستمساك بحبله المتين حتى إذا جاءنا الموت وجدنا مستمسكين بعبادته وطاعته. هذا المعنى الأول، يعني الإنسان المسلم يتمسك. والمعنى الثاني الذي أشار انتبه له الإمام ابن كثير، فماذا قال؟ قال هذه الآية تفسيرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الإمام ابن كثير قال إن بعض الناس لا يصدق في عبادته مع الله عز وجل، يبدو للناس أنه صادق في العبادة وأنه عابد لله، ولكنه ليس صادقا مع الله عز وجل، فممكن يعمل العمل الكثير حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار. إذن هذه الآية فيها أمران عظيمان، الأول هو صدق النية مع الله عز وجل وصدق العبادة مع الله عز وجل، والثاني هو الثبات على هذا الدين. وسكتوا علينا ننسى شوية يا نسى أخي، مشهور على الأئمة باللي يكره النساء وكذا، اسكتوا علينا شوية. شفت كيفاش جا السكات؟ الحمد لله خلاص. فأعظم حاجة يقدمها الإنسان في هذه الليلة اللي هي عند المالكية هي ليلة القدر، فيما رواه الإمام مسلم عن أبي بن كعب أنه كان رضي الله عنه يقسم أنها ليلة القدر. أعظم ما يقدم المسلم هو النية الصادقة، ولذلك يقول النبي عليه السلام في الحديث الذي نعرفه جميعا يعرفه الصغير والكبير من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وين الإيمان؟ في القلب.
وين الاحتساب؟ أو في القلب. ما قالش النبي عليه السلام من صام رمضان وظمئ وجاع وكذا وكذا، إيمانا واحتسابا. الإيمان هو التصديق، ولذلك يقولوا إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والاحتساب هو احتساب الأجر عند الله عز وجل. أي نية هذه لما يكون المسلم ناوي باللي بعد رمضان يرجع إلى سيرته الأولى؟ أي نية هذه؟ هذه ليست نية صادقة أصلا، هذه نية مغشوشة. بعض الناس يقول لك ما علامة أن ربي يتقبل مني رمضان؟ علامته أنك بعد رمضان تكون أهدى مما كنت قبل رمضان. فعلماءنا يقولوا إن من جزاء الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة بعدها. ورب سبحانه يقول على قوم إبراهيم ثم نكسوا على رؤوسهم. فما يكونش الإنسان من المنكوسين، لأنه قادر كاين الناس يهديهم ربي ثم يضلون، هذه موجودة بدليل القرآن. ربي سبحانه يقول في القرآن العظيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هنا نشوفوا فيهم اللي تبع الظلمة، اللي أيد القتل، اللي كذا. لما الحواريين طلبوا هذيك المكرمة، طلبوا الآية العظيمة هذيك المائدة، قلت لك لما طلب الحواريون المائدة وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونزلت المائدة وأكلوا منها 3 أشهر هم يأكلوا منها، تنزل ويأكلوا ثم ترتفع إلى السحاب. فلما يجي موعد الطعام القادم تزيد تنزل، يلقوها معمرة معبية بالماكلة. مائدة يعني كي تكون المائدة فرغانة نسميها خوان، لا نسميها مائدة. ثم ماذا قال لهم الله عز وجل؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ما قال لهمش ربي يعني كرمتكم بالكرامة هذه خلاص انتهى الأمر، أنتم من أوليائي ولن يقع لكم شيء. وفعلا كفر أحدهم بعد ذلك وهو يهوذا الأسخريوطي. وقال له المسيح عليه السلام عندما يصيح الديك مرتين ستدل علي 3 مرات. نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين يقول لهم ربي يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. والنبي عليه السلام ذكر في واحد الحديث طويل أعظم الذنوب ونهي منها كفر بعد إيمان. فاستمسك أيها المسلم بهذا الإيمان اللي ذقته في رمضان، فاستمسك بالذي أوحي إليك. استمسك أيها المسلم، ما تنساش، ما تكونش من الغافلين، ما تكونش كما هذا الغاشي يكل اللي في رمضان يرجعون إلى الله ثم ينكسون ويروحوا خلاص يرجعون إلى دنياهم ويرجعون إلى ذنوبهم. ما تكونش منهم أيها المسلم. لازم تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إمعة، لا يكون أحدكم إمعة. إن أحسن الناس يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وما يهجرش الإنسان هذه العبادات العظيمة اللي والف فيها في رمضان، ما يهجرش المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما تهجرش الصلوات. ربي سبحانه يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما تهجرش القرآن اللي يقول فيها ربي سبحانه يقول هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
راهو بلا القرآن راك في الظلمة، وبلا القرآن راك في الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان في زوج. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا كلام ربي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني وأعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. تعرض على القرآن أيها مسلم. والنبي عليه السلام يقول للذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخارب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ومن العام ما تقراش القرآن في الدار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن البيت الذي، على بالي بك تسمع هذا الحديث تولي تقرأ القرآن في الدار، وهو حديث موقوف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن لتحضره الملائكة ويوسع على أهله ويبارك لهم في أرزاقهم، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن لتحضره الشياطين ويضيق على أهله ولا يبارك لهم في أرزاقهم. تعرفوا ايش صار لنا حنايا؟ صار لنا كما يا أخي تسمعوا بالشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي والمعلقات بماذا يبدأوا دائما الشعر تاعهم؟ يبدأوا بالبكاء على الأطلال. هذا البكاء على الأطلال كل عام يرجعوا للديار تاعهم اللي كانوا يسكنوا فيها، يلقوها على شكل أطلال يبدأوا يبكيوا عليها. فكل المعلقات مثلا مبدية بالبكاء على الأطلال. يقول عبيد بن الأبرص أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب وبدلت منهم وحوشا وحالت حولها الكروب أرض توارثها الجدوب فكل من حلها محروب إما قتيلا وإما هلكا والشيب شين لمن يشيب إلى آخره. ويقول امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أخي تعرفوها، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل تراب على الآرام في عرصاتها وساحاتها كأنه حب قنفل وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فما لازمش أيها الإخوة نبكي على أطلال رمضان وننكس على أعقابنا بعد رمضان، بل ينبغي على المسلم أن يستمسك بالهدى، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يستمسك الإنسان المسلم بالمسجد وبالصلوات في المسجد وبقراءة القرآن وبالجماعة في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولا ينبغي للمسلم أن يكون من الذين ينسون ذكر الله عز وجل. ويقول المولى، نختم بهذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسمع فيكم قاعدين تعاودوا معايا حافظينها، والله غير يحج عليكم، هاكم حافظينها، هاكم قاعدين تعاودوا، سمرنا ندرسوا باطل. فاتقوا الله أيها الإخوة وتمسكوا بالمسجد والصلاة وقراءة القرآن، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. واحد من الإخوة برك زوج، واحد هذه قالت لك
عليكم السلام ورحمة الله. أطلب منك أن تدعو لزوجي أن يلين الله قلبه ويقبل على الصلاة وأن تتمكن منه، فنسأل الله عز وجل أن يلين قلبه ويجعله من الذين يحافظون عن صلاتهم. وأحد الإخوة يطلب منكم أن تدعو له أن يرزقه الله ذرية صالحة، فنسأل الله أن يرزقه الله ذرية كثيرة صالحة من البنين في الدنيا ينفعون وفي الآخرة يشفعون، والحمد لله رب العالمين.